دكتور دعاء، عايزة أسألك سؤال على جنب. سيبك مني، أنا خلاص تخينة وهفضل طول عمري أعمل دايت. بس إزاي أغير عادات بنتي الغلط؟ أنا مش عايزاها تبدأ رحلة عيادات الدايت من دلوقتي. بصي يا حبيبتي، انا معاكي مليون في المية. بدري قوي قوي على البنت مشوار عيادات الدايت دي. مش عايزين نخلق الكلكيعة عندها من دلوقتي. عايزة اقولك على حاجة. ايه الطريقة اللي نقدر نغير بيها عادات ولادنا الغلط؟ ما نقعدش نلقنهم وكل ولا تأكل. اشتغلي على نفسك. بنتك ما بتتعلمش بالتلقين، بنتك بتتعلم بالتقليد. وانتي ما شاء الله دلوقتي بتاخدي بالك من اكلك ومن رياضتك. وفري بيئة آمنة للتغيير في البيت، يعني ما يبقاش في اكل وحش في البيت، بيبسي في الثلاجة، حلويات، شوكولاتات، شيبسيات، وتقولها ما تاكليش ده. خدي بالك من حاجه مهمه جدا. اوعي تحبيها حب مشروط. المشكله دي كبيره جدا لو قعدتي تقوليها كلي كذا عشان احبك، اعملي رياضه علشان احبك. يعني اقصد اقول انك انت قرارك ما توديهاش في العياده صح جدا، بس كل اللي انت هتعمليه ان انت هتخليها تقلدك وتخلي كل حاجه حواليها ماشيه في الطريقه دي. والاطفال ما اسهل ان هم يتغيروا وما اسهل ان هم يخسوا. عايزه اقول لك ان بنتك في السن بتاعها ده نص كيلو في الشهر زي الفل، لان مره واحده هتطول وجسمها هيظبط. انما اكبر جريمه تتعمل ان احنا نعقدها من دلوقتي ونوريها دايت وتخن والاجواء الوحشه دي.